تعرف ان وانا بعمل الفيديو ده اتصدمت، وده لان انا في العاب كتير كنت بلعبها زمان وانتوا زيي ما كنتش اعرف انها اتمنعت في دول كتير لاسباب دينيه واخلاقيه وكذا وكذا واسباب غريبه جدا. علشان كده انا عملت سلسله من الفيديوهات فيها مجموعه الالعاب اللي اترفضت او اتمنعت في بعض من الدول للاسباب دي، وده يعتبر الجزء الاول. معاك منتصر من جيمز ارك، لايك وشير وسبسكرايب، وتعالى اما اقول لك ايه هي الالعاب دي. أول لعبة معانا النهاردة وهي لعبة GTA، اللعبة اللي تقريبا كل البشر لعبوها. اتمنعت في الإمارات والسعودية وتايلاند وماليزيا بسبب العنف والمحتوى بلاس 18 والمخدرات. الغريب إنها كانت متاحة في دول تانية وملايين الأطفال لعبوها، وده يوريك أهمية التصنيف العمري. لعبة رقم 2 وهي من نفس الشركة وهي روك ستار، اللعبة اللي اسمها بولي، بتتكلم عن طالب متنمر بيضرب كل اللي حواليه. اتمنعت في استراليا بسبب العنف المدرسي، ولما وافقوا تنزل الشركة اضطرت تغير حاجات في اللعبة علشان تناسب السوق عندهم. لعبة رقم 3 كاونتر سترايك، اللعبة اللي موجودة من أول تقريبا موعين على الدنيا. اتمنعت في البرازيل بقرار محكمة، قالوا إنها بتحرض على العنف ضد النظام والمجتمع، مع إنها في كل العالم شغالة عادي وليها جمهور ضخم جدا. لعبة رقم 4 وهي دانتي انفيرمو، بصراحة مع إنها لعبة جامدة جدا بس أول ما لعبتها حسيت إنها مش مريحة. اتمنعت في ماليزيا بسبب الرموز الشيطانية ولأن المحتوى مخالف للشريعة والدين عندهم، وبصراحة كان عندهم حق. آخر لعبة معانا النهاردة وهي فول اوت 3، اتمنعت في دولتين، استراليا بسبب المخدرات اللي موجودة في اللعبة، الهند كان السبب غريب لأن بعد الحرب النووية في اللعبة بقى في بقر برصين، وده اعتبروه إساءة لأن في فئة عندهم بتقدس البقر جدا فرفضوا اللعبة بالكامل. بصراحة أغرب سبب أنا قابلته في حياتي. كده نكون خلصنا الجزء الأول من ألعاب اتمنعت. لو نسيت تدوس لايك وشير وسبسكرايب. كان معاك منتصر من جيمز ارك، سلام.